مدونة العرب تقدم أعلام القرن العشرين. نور السعيد رجل عسكري وسياسي من قادة العراق ومن أساطين السياسة العراقية والعربية وعرابها إبان الحكم الملكي. كان يشغل منصب وزير ورئيس وزراء لفترات متعددة، وساهم بتأسيس عصبة الأمم وهيئة الأمم المتحدة والجامعة العربية التي كان يطمح بترأسها، وكانت له ميول نحو مهادنة بريطانيا على الرغم من حسه الوطني العالي. ولد نور سعيد صالح ملا طه القرغلي في بغداد في عام 1888 من عائلة موصلية الأصل من الطبقة الوسطى. تخرج من المدرسة الحربية في إسطنبول، حيث خدم في الجيش العثماني وحضر حرب البلقان من عام 1912 إلى عام 1913، كما ساهم في الثورة العربية وانضم إلى الأمير فيصل في سوريا. وبعد فشل تأسيس مملكة الأمير فيصل في سوريا على يد الجيش الفرنسي، عاد إلى العراق وساهم في تأسيس المملكة العراقية والجيش العراقي. كان نور السعيد دبلوماسيا من الطراز الأول ويتحدث الإنجليزية بطلاقة، وكان يبدو في مظهره جادا حازما بل وقاسيا عند الضرورة وحاد الطباع وعصبي المزاج وسريع الغضب، وهي الصفات التي لازمته طيلة حياته السياسية. لكنه إذا ما أراد الوصول إلى غاية ما أو تكريس سياسة ما، فإنه لا يثور ولا يتأثر، بل يتحمل النقد اللاذع من خصومه ويعتمد الغموض في أحاديثه، ويوحي لمخاطبيه عن قصد بإشارات متناقضة أو تنطوي على تفسيرات متعددة. وبالفعل كان نوري مناورا بصورة فريدة، يعرف كيف يقتنص الفرص الثمينة لتقوية أوراقه الرابحة. له مبدأ خاص في الحكم عرف به، وهو مبدأ خذ وطالب. في عام 1922 نصب نور السعيد مديرا عاما للشرطة، وهو أول مدير عام للشرطة العراقية. وتولى نوري باشا السعيد منصب رئاسة الوزراء في العراق 14 مرة، من 23 من مارس من عام 1930 إلى 13 من مايو من عام 1958. وصف نور السعيد بأنه رجل الغرب في العالم العربي، ولكن كانت لديه من المواقف القومية ما يعد في حسابات اليوم منتهى الراديكالية، وكان مقتنعا بأنه لا بد للعراق أن يعتمد على دولة كبرى ليردع أعداءه، كما أنه يعتبر أحد عراب تأسيس الجامعة العربية، حيث تنافس مع رئيس وزراء مصر الأسبق مصطفى النحاس على تزعم واستضافة الجامعة العربية في بغداد، إلا أنها أقيمت في مصر. عمل على تعريب مدينة كركوك بتوطين الموظفين العرب فيها، مستخدما أسلوب نقل الموظفين سنويا منها وإليها. فالموظفون التركمان والأكراد وقسم من العرب كانوا ينقلون سنويا إلى المحافظات الأخرى لقضاء 4 سنوات كخدمة مدنية فيها، وينقل إلى كركوك الموظفون العرب لقضاء بقية عمرهم الوظيفي والحياتي فيها. بعد انقلاب 14 من يوليو من عام 1958 الذي أدى إلى سقوط الحكم الملكي، أصدرت إذاعة بغداد بيانا برصد 10,000 دينار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على نور السعيد. وكان من الطبيعي أن يخشى الانقلابيون نور السعيد، فقد كان حاكم العراق الحقيقي، وقد يقوم بمناورة تطيح بهم، لذلك كانت خطتهم تهدف إلى قتله. تنقل نور السعيد متنكرا بين عدد من منازل مقربيه داخل بغداد، وكان يتوقع تدخل الدول الأعضاء في حلف بغداد لإعادة النظام، لكن لم يحصل التدخل. فقال الباشا: لقد خانوا العراق مرة أخرى. وقد اختلفت الروايات حول مصرعه، فإحدى الروايات تذكر أنه أصيب بعدد من الطلقات من قبل أحد عناصر القوة المهاجمة والتي أدت إلى وفاته. وتذكر رواية أخرى أنه عندما وجد نفسه محاصرا وأن مصيره سيكون مشابها لمصير ولي العهد عبد الإله، أطلق على نفسه رصاصة الرحمة كي لا يعطي فرصة لخصومه بالإمساك به وإهانته وتعذيبه.